ده ريلمي سي 51 اجدد موبايل من ريلمي دلوقتي في الفئه المتوسطه بسعر اعلى شويه من 120 دولار. وعندنا هنا في السوق المصري سعره 6000 جنيه لنسخه 4 جيجا رام مع ذاكره داخليه 128 جيجا. الموبايل ده من فتره قصيره كان نزل شقيق اعلى منه اللي هو الريلمي سي 53، واغلى من الموبايل ده عندنا هنا في مصر في حدود 1000 جنيه تقريبا، ولكن المواصفات بتاعته تعتبر صوره بالكربون من الموبايل ده مع اختلافات بسيطه هنتكلم عنها في الفيديو ان شاء الله. لو انت بقى مهتم بالموبايلات اللي في الفئه المتوسطه ان شاء الله في نهايه الفيديو هقول لك تشتري الموبايل دوت ولا لا، واللي بالمناسبه خدت معاه تجربه تعتبر جيده جدا الى حد كبير. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. ويلا بينا كالعاده، اول حاجه هنبدا بها المراجعه وهي الكلام عن التصميم المميز جدا اللي بيقدمه الريلمي سي 51. التصميم اللي بيقدمه الريلمي سي 51 من الحاجات اللي هتعجبك جدا لو حصل واشتريت الموبايل ده. النسخه اللي معايا من الموبايل ديت بتيجي بلون اسود، وظهر الموبايل زي ما انتم شايفين كده جاي بجزئين. الجزء الاعلى اللي بيجي فيه الكاميرات جاي بشكل زجاجي كده، وبتيجي فيه الحلقات بتاعه الكاميرات ديت اللي مخليها شكله شيك جدا بصراحه. والجزء الاسفل من الموبايل جاي بطبقه كده مخربشه شويه بتخلي شكل التصميم بتاع الموبايل كله جميل بصراحه. الكاميرات زي ما قلنا بتيجي في الحلقات ديت في اعلى ظهر الموبايل، بتيجي بشكل شيك وجميل جدا زي ما انتم شايفين كده. كمان من اسفل هنا عندك فتحه 3.5 مللي بالاضافه لمنفذ الشحن عن طريق اليو اس بي سي، بالاضافه كمان للسماعات الخارجيه. من قدام بقى الموبايل يعتبر ما اختلفش بشكل كبير جدا عن كل موبايلات الفئه المتوسطه. لازال هنا من اسفل بيجي بحافه سفليه تعتبر كبيره شويه، ومن فوق بيجي بالووتر دروب نوتش. ماسكه الموبايل في الايد تعتبر مريحه الى حد كبير جدا، ولكن وزن الموبايل تقيل شويتين ما يعتبرش اخف حاجه بصراحه. كمان من الحاجات اللي ممكن تضايقك لو حصل واشتريت الموبايل ده هو ان الظهر بتاعه هيلحوس معاك بشكل كبير جدا لو هتستخدمه من غير الكفر بتاعه. بعيد بقى عن نقطه التصميم ديت اللي ممكن نتفق او نختلف عليها، ايه اخبار المواصفات الداخليه اللي بيقدمها الموبايل ده، وكمان تجربه الاستخدام اللي لو حصل واشتريت الموبايل دوت هتفرق معاك بشكل كبير جدا ولا لا. الموبايل هنا جاي بمعالج شفناه قبل كده على موبايلات كتير خاصه كمان من ريلمي اللي هو اليونوسيك تايجر تي 612، بالاضافه ل 4 جيجا رام مع ذاكره داخليه 128 جيجا. كمان هنا الموبايل نازل باندرويد 13، ودي حاجه تعتبر ممتازه مع واجهه ريلمي الاخيره. بالنسبه للمعالج اللي بيقدمه الموبايل ده ما يعتبرش افضل معالج ممكن تشتريه في الفئه ديت، ولكن انا جربت المعالج ده تحديدا على موبايلات قبل كده كتير، منهم موبايلات من ريلمي. بصراحه بفضل السوفت وير اللي بيقدمه الموبايل ده بواجهه ريلمي يو اي المعتاده على اجهزه ريلمي، بالاضافه لل 4 جيجا رام، وكمان مع الريفريش ريت 90 هرتز اللي بتقدمه شاشه الموبايل، اقدر اقول لك انك هتاخد تجربه رايقه جدا تعتبر في المهام اليوميه بالنسبه لاستخدامات مواقع التواصل الاجتماعي والمهام اليوميه اللي هتعملها بشكل يومي وبشكل اعتيادي. يعني اقدر اقول لك انك هتفتح عليه فيسبوك، تتفرج على تيك توك، تتفرج على المحتوى، تعمل مكالماتك والحاجات اللي هتعملها بشكل يومي دي بشكل كويس جدا. زي ما قلت السبب في كده وجود الريفريش ريت 90 هرتز اللي بتقدمه شاشه الموبايل، بالاضافه للسوفت وير المميز جدا مع المعالج اللي يعتبر برضه مش بطال في النهايه. الحاجه الثانيه بقى الخاصه باداء الموبايل في الالعاب. لو انت مثلا شاري الموبايل ده عشان تلعب عليه بابجي او كول اوف ديوتي او الالعاب اللي بتحتاج جرافيك عالي على الموبايل، هنا الموبايل بصراحه هيلعبها لك، واقدر اقول لك كمان انه هيلعبها لك بشكل كويس ولكن في حدود امكانيات الموبايل. بمعنى ان انت لو عايز اداء اعلى من كده فانت بالتالي تروح لموبايل بيقدم معالج اقوى من كده، وبالتالي هتضطر انك تدفع سعر اكتر. ولكن الموبايل في وجود المعالج دوت، انا جربت عليه بابجي مثلا كانت شغاله معايا بشكل كويس جدا، كانت بتتلعب على الدقه المعتاده اللي بيقدمها المعالج ده، وما حسيتش بصراحه ان في اي حاجه على الموبايل، خاصه كمان ان انا مش من هواة الالعاب بشكل كبير جدا وما استخدمتش بابجي عليه بشكل مكثف. ولكن اقدر اقول لك ان انت لو حابب تشتري الموبايل دوت على اعتبار ان الالعاب عندك حاجه ثانويه مش رئيسيه، فهيكون موبايل ممتاز جدا بالنسبه للمهام اليوميه وكمان بالنسبه للالعاب. الحاجه اللي بعد كده بقى وهي الشاشه اللي بقدمها الريلمي سي 51 اللي بالمناسبه هنا هي جايه شاشه عملاقه حجمها 6.7 بوصه بدقه اتش دي بلس، وزي ما قلنا انها بتدعم ريفريش ريت لحد 90 هرتز. الشاشه هنا تعتبر حصل فيها نقطه تنازل عن الاخ الاكبر من الموبايل ده اللي هو ريلمي سي 53، كانت هناك جايه فول اتش دي بلس، هنا جايه اتش دي بلس بس. ولكن بصراحه انت مش هتحس بفرق كبير جدا بين استخدامك للشاشه ديت والشاشه دي، بمعنى ان الفرق بين الموبايل دوت والموبايل الثاني في حدود 1000 جنيه تقريبا، ودي حاجه انا مش ملاحظها هنا بصراحه في استخدام الشاشتين بتوع الموبايل. النقطه اللي بعد كده برضو الخاصه بالشاشه وهي سطوعها تحت اشعه الشمس، واللي حصل من استخدامي ليها في الفتره اللي فاتت ديت كعاده كل موبايلات ريلمي اللي جربتها في الفئه المتوسطه، الشاشه بصراحه تعتبر ساطعه جدا، وانا استخدمتها فترات كتير تحت اشعه الشمس. ما تعتبرش طبعا افضل حاجه يعني، كان موبايلات مثلا بتيجي دلوقتي بسعر 10000 جنيه ولا اكتر شويه، ولكن بالنسبه لفئه الموبايل السعريه السطوع بتاعها يعتبر ممتاز جدا بصراحه وما اتضايقتش منه ابدا.
الحاجه بقى اللي بعد كده وهي الكاميرات اللي بيقدمها الموبايل. عندك هنا سيستم كاميرات ما يعتبرش افضل حاجه بصراحه. الكاميرا الرئيسيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل، بالاضافه كمان ان في سنسور او كاميرا مساعده كده هتساعدك في قياسات العمق والبورتريه، بالاضافه كمان ان انت عندك كاميرا اماميه هنا جايه بدقه 5 ميجا بكسل. بالنسبه لنتائج الصور اللي هتاخدها هنا من الكاميرا الرئيسيه مش افضل حاجه طبعا على الاطلاق، ولكن من تجربتي ليها بصراحه تعتبر الصور معبره بشكل كبير جدا عن السعر اللي هتدفعه في الموبايل، او نقدر نقول بعيد عن ان الرقم ده 6000 جنيه عندنا هنا في السوق المصري تعتبر الصور معقوله جدا بالنسبه لسعر 100 او 120 دولار. صحيح في موبايلات بتيجي في نفس الفئه السعريه ديت بتقدم كاميرا افضل من ديت شويه، ولكن بشكل عام الصور بيكون فيها بعض التفاصيل، احيانا بيظبط الديناميك رينج واحيانا تانية لا. الصور بتكون حلوه طول ما الاضاءه عندك كويسه، وطول ما انت بتعرف تلقط صوره كويسه في مكان كويس فيه الاضاءه متظبطه هتطلع نتائج تعتبر مقبوله جدا بالنسبه للكاميرا الرئيسيه. الكاميرا اللي ما عجبتنيش هنا بقى بصراحه هي الكاميرا الاماميه اللي بقدمها الموبايل هنا. تعتبر طبعا مش افضل حاجه، ولكن انت لو هتراعي وانت بتصور كده انك تصور في مكان الاضاءه فيه مظبوطه هتاخد نتائج تعتبر معقوله الى حد كبير جدا. ولكن اللي بيحصل انك لما بتعمل كروب كده للصوره او بتعمل لها زوم او اي حاجه بتلاقي الصور بتبكسل معاك، ودي حاجه طبعا بتعبر بشكل كبير عن ان السنسور بتاع الكاميرا الاماميه هنا مش افضل حاجه. بشكل عام الكاميرات على الموبايل تعتبر مقبوله، ولكن مش افضل حاجه بصراحه، ومش من ضمن عناصر القوه اللي بيقدمها الريلمي سي 51. اتكلمنا لحد دلوقتي عن التصميم والشاشه والمواصفات الداخليه وتجربه الاستخدام، وكمان تجربه الكاميرات اللي ما تعتبرش افضل حاجه. اخر حاجه بقى هنتكلم عنها وهو الجانب العملي اللي هتاخده من الموبايل ده لو حصل واشتريته، ودي حاجه بصراحه احنا متعودين عليها من اجهزه ريلمي ان انت بتاخد منها جانب عملي مميز جدا في الفئه المتوسطه. واول حاجه عمليه بشكل كبير جدا هنا هي البطاريه العملاقه اللي جايه بقوه 5000 ملي امبير، ومش بس كده ده بتدعم شاحن سريع لحد 33 واط، والموبايل هيشحن لك 50% من البطاريه في نص ساعه. صحيح ال 50% التانيين هيغيبوا شويه، ولكن برضه دي حاجه تعتبر مميزه جدا. وكمان تجربه الاستخدام بتاعه البطاريه هنا من خلال استخدامي للموبايل في الفتره اللي فاتت دي تعتبر متوسطه الى فوق المتوسطه، وبصراحه كانت بتكمل معايا اليوم وما كانش فيها اي مشكله. الحاجه الثانيه العمليه اللي احنا معتادينها من موبايلات ريلمي في الفئه ديت وهي الشبكات. شبكه الواي فاي هنا شغاله بشكل ممتاز، شبكه الاتصال شغاله بشكل جيد جدا، ونفس الكلام هنا برضو بالنسبه لتجربه الصوتيات على الموبايل. صحيح السماعات بتاعته مش بتيجي سماعات ستيريو، ولكن تجربه تعتبر رايقه وجميله. الحاجه الاخيره وهي البصمه اللي بقدمها الموبايل هنا، هي بتيجي على زرار الباور شغاله بشكل كويس، مفيش فيها اي مشكله، سريعه كعاده البصمات اللي بتيجي على زرار الباور كلها. اخيرا بقى سعر الموبايل والحكم عليه، وهل انصح بشرائه ولا لا، وايه افضل حاجه ممكن تشتريها كمان في سعر زي ده كده في السوق المصري. موبايل سعره زي ما قلت عندنا هنا في السوق المصري 6000 جنيه لنسخه 4 جيجا رام مع ذاكره داخليه 128 جيجا، وبيتوفر منه نسخه ثانيه ب 64 جيجا، بس مش عارف ممكن تكون موجوده عندنا في السوق المصري ولا لا. وبالمناسبه كمان هو نازل بضمان دولي. موبايل يعتبر بصراحه من خلال تجربتي ليه في الفتره اللي فاتت ديت يعتبر ادى تجربه تعتبر معقوله جدا، او نقدر نقول عليها ان هي هتفي بالغرض عند ناس كتير، للناس اللي عايزه تشتري موبايل في سعر 5000 جنيه ولا حاجه، مع الوضع طبعا في الاعتبار ان الاسعار غاليه بشكل كبير جدا. ولو انت بتفكر تشتري الشقيق الاكبر من الموبايل ده اللي هو الريلمي سي 53، صدقني مش هتحس بفرق جوهري بينه وبين الموبايل ده، غير بس ان الشاشه الثانيه جايه دقه فول اتش دي، وانا حاجه ما لاحظتهاش هنا في فرق كبير بينها وبين الشاشه دي. الحاجه الثانيه الموبايل الثاني بتوفر ب 6 جيجا رام، وفي المقابل انت هتدفع 1000 جنيه زياده، فانا شايف ان انت ممكن تشتري الموبايل ده يكون افضل. بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم بقى، واتمنى اكون عملت كل حاجه خاصه بالريلمي سي 51 لو انت بتفكر تشتري ولا لا. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. اشوفكم فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.